طبعا خالة قمر تجربة بالنسبة لي مع لطيفة تعتبر. لطيفة طبعا فنانة عندها مشروع مفهوم من أول ما بدأت، وعندها اتجاه ماشية فيه. فكنا محتارين لأن الثورة المصرية هي توأم الثورة التونسية، وطبعا جميلهم على راسنا من فوق. عايزه اسالك بس على حاجه قبل ما نكمل عن الاغنيه يا خالة قمر. عايزه اعرف، هو الشاعر هو اللي بيحرك الثورات، ولا هو بيستنى الثوره تحدث ويؤرخ الثورات؟ ما فيش كلام، طبعا الشاعر بيحرك الثورات. الشاعر هو ضمير الشعب. قلنا واتكلمنا كتير وكنا حيين من جوانا، لكن كان في زي ما تقولي قشره كده على السطح من المستفيدين من الوضع اللي كان فات، كانوا بيغذوها. كل شيء اتكشف وكل شيء بان، والنور الشمس سطعت على مصر تاني، وبقينا عارفين دلوقتي. واظن ما كان يقدم قبل الثوره ومن كانوا يدعوا انهم فنانين قبل الثوره، النهارده المساله اختلفت خالص. فانا مش عايز توه، لانه اصله كلام عن الثوره وما قبل الثوره والحاله اللي احنا فيها. انا لحد دلوقتي لسه بحاول استوعب ايه اللي بيحصل. ارجعك تاني لاغنيه الخالة قمر. عايزه اعرف ازاي قررت انك تكتب الخالة قمر. استخدمت اسلوب جديد في هذه الاغنيه بالذات، وش معنى اخترت طبعا الفنانه العظيمه لطيفه انها تغنيها؟ وهل كونها يعني من تونس، هل هو ده اللي ارتبط بالاغنيه عشان انت ذاكر في الاغنيه ابو عزيزي؟ والله هي صدفه، يعني هي صدفه، لانه الرغيف الابيض النظيف ده هو رمز لكل شيء جميل وكل شيء قيم. وخالة قمر اللي هي الام العربيه اللي كانت وما زالت وستبقى الحصن الاخير لينا. الام العربيه النموذج اللي قاعده قدام الفرن بتخبز رغيف العيش بتاعنا الابيض النظيف، اللي هو ما فيهوش مهانه وما فيهوش ذل وما فيهوش مسامير، واخد بالك؟ فرمز الحريه. فاتاري الخالة قمر دي موجوده طبعا من المحيط للخليج. فاحنا بالصدفه، هي لطيفه كانت في دبي، فاحنا على اتصال دائم بنشوف هنعمل ايه، يعني الحدث جلل. فبنتكلم كده بنخطط، لقينا النموذج بتاع خالة قمر ده يعني قصادنا كرمز. فحتى كانت فكرتها انها تقولي عايزين نكتب كوبليه بالتونسي. فشجعتني، قلت طب نتكلم، طب اديني كده يعني المفردات التونسي، نتكلم عن ايه؟ عارفه احنا عندنا عيش وملح، عندهم خبزه وزيتونه، مرادفات كده. خالة قمر طبعا بدل ما تقول خالة قمر خالت خالة قمر، يعني خالة قمر. فعملنا الموضوع الحمد لله، واخر كوبليه بنتكلم عن خالة قمر. يا خالة قمر يلي صبرة وأبية، يلي بلادنا العربية، يلي ساكنة في عيونك، يلي تسلم عيونك تسلم ايديكي، واللي يناديكي ردي عليه. ايه رايك نسمع حته منها؟ نسمع خالة قمر. يعني شايفه انت خرجت من النطاق المحلي وخرجت للثورات العربيه بشكل عام. مفيش كلام مفيش كلام. طبعا هم بيردوا عليها، تقول يا خالة قمر ياللي عجينة خمر، ياللي قومي قرصي، ياللي اساعدك فيه، ياللي اديني رغيف، ياللي ابيض ونضيف، ياللي قومي اخبزي، ياللي كسلانه الليل، ياللي يا خالة قمر ياللي عجينك خمر، ياللي قومي قرصي، ياللي واساعدك فيه، ياللي اديني رغيف، ياللي ابيض ونضيف، ياللي قومي اخبزي، ياللي كسلانه الليل. يا خالة
كلام جميل قوي، ونعتبر طبعا ده اكسكلوسيف لانه انت قلت لسه حتى ما اتصورتش، صح؟ تمام. مظبوط كده. استقبال الفنانه لطيفه الاغنيه دي واحساسها بيها. يعني هو استقبال لطيفه، صوتها فيه بهجه رباني كده ولايقه مع المرحله، السعاده اللي احنا فيها بعد طبعا الهم اللي كنا فيه والغم، وطبعا وشبابنا السائر والاحداث اللي لا تخفى على احد. كلنا تابعنا ايه اللي كان بيحصل في تونس واللي كان بيحصل في مصر، وطبعا وصلنا قاع الحزن والاسى، وفجاه الحمد لله تشرق شمس الحريه من جديد، وبقى يعني زي ما هتسمعي الفرحه والبهجه لاول مره بجد بسمع صوت لطيفه، ومستبشر خير جدا بالحكايه دي، بسمعه كده في الفرحه والبهجه دي والحريه وهذا